مرحبا بكم. توقيف عميد شرطة بتهمة التطاول على رموز المملكة عبر حساب فيسبوك وهمي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإيداع عميد شرطة السجن المحلي بوركايز بعد الاشتباه في إدارته لحساب وهمي على موقع فيسبوك. وقد اتهم العميد بنشر التدوينات واعتبرت مسيئة لرموز المملكة، مما أدى إلى اعتقاله وفتح تحقيق معمق في القضية. هذا وكشفت التحريات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العميد هو من يقف وراء الحساب الوهمي الذي يحمل اسم عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، وقد تم إخضاع هاتفه المحمول لتحليل الرقم دقيق لكشف ملابسات القضية. في هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية بأن عميد الشرطة أحيل على العدالة في حالة اعتقال، ومن المقرر أن تكون أولى جلسات محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسي يوم الثلاثاء 9 شتنبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة المحتوى الرقمي المسيء للثوابت الوطنية، وتؤكد على جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه القضايا.